امام عاشور ده لما بيسترجل بيبقى كواليتي لعيب مرعب بمعنى الكلمه، مرعب بمعنى الكلمه لاي خصم بيقابله في افريقيا وداخل افريقيا وبره افريقيا كمان. لعيب خطير، خطير بمعنى الكلمه، خطير. يعني اتفرج عليه قدام سان داونز، الراجل بيلعب بمنتهى الرجوله بقى في الملعب. اتفرج عليه وهو بيدافع احسن من اي ديفندر. اتفرج عليه وهو بيهاجم يطلعك بالكره بمنتهى السلاسه والبساطه خالص. مضغوط وفرقه سان داونز بتلعب عليك وبتلعب في بريتوريا وبتلعب في جنوب افريقيا ومش عارف ايه. امام عاشور ايه القصه؟ اهي يا عم عديت، خلصتك من الضغط. لعيب خطير بمعنى الكلمه، خطير قوي 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 قوي. وامام عاشور من نوعيه اللعيبه اللي لو ركزت في الملعب هيبقى حاجه ما حصلتش. بس يعني هو دايما شاغل دماغه بحاجات تانية بره الملعب. عشان بس الناس انتقدتني وقالت لي انت حاطط امام عاشور في دماغك عشان اتكلمت عنه في اللقطه بتاعت ماتش بيراميدز، وحسيت فيها ان هو بيمثل وعايز يوري الناس قد ايه هو خايف على الفرقه. بس امام عاشور لما بيعمل حاجه كويسه انا بتكلم عليها. امام عاشور كواليتي مرعب، مرعب بمعنى الكلمه. مع انه على فكره ما عملش لا اسيست ولا جاب جول ولا عمل الكلام ده، بس الناس كلها فاهمه في الكوره، عارفه ان اللعيب عمل اللي عليه وزياده قدام فرقه كواليتي عاليه قوي من اللعيبه. يعني سان داونز كواليتي عاليه قوي من اللعيبه، ورغم ده امام عاشور هو نجم الفرقه، بيعمل كل حاجه في الكوره، وهو اللي مريحك على فكره. يعني امام عاشور لو انت كنت سحبته من الملعب هتلاقي الاهلي في حته تانية خالص. رغم ان كولر بيلعب برضه بيه بمركز انا ما بحبوش، يعني ما بحبش ان امام عاشور يلعب في مركز الوينج. بس امام عاشور انت لو حطيته مركز 8 واللي هو بالاجبار يا عم كولر هتحطه في مركز 8 غصب عنك، عشان الصفقات الجديده تريزيجيه وزيزو وبن شرقي والناس دي لما تاخد بقى معاك في ماتشات كاس العالم للانديه غصب عنك هتحط امام عاشور في مركز 8. واتفرج بقى على امام عاشور بقى في مركز 8 بيعمل ايه. امام عاشور في مركز 8 بيكسر الدنيا. وهو ده على فكره امام عاشور اللي كان في ناس تقول لك اصل ما جابش مستواه مع الزمالك. لا، هو دلوقتي حالا اقدر اقول لك ان هو نسخه من مستواه مع الزمالك. ليه؟ لان هو بدا يلعب برجوله ويركز بس في الملعب. هو ده بقى امام عاشور، هو ده الكواليتي بتاع امام عاشور الجبار. لما يحط في دماغه انه عايز يبقى احسن لعيب في مصر هيبقى احسن لعيب في مصر على اي حد، على اي حد. امام عاشور خطير. والاهلي سبحان الله في شيء لله كده، ما تعرفش بقى الموضوع ده حظ ولا الماسونيه العالميه بتتدخل في القصه دي ولا ايه، بس الاهلي كل فتره يعمل صفقه هي دي اللي بتشيل الفرقه وتجرها. يعني زمان 2005 ابو تريكه، هو ابو تريكه اللي شال الفرقه وجرها. ثم بعد كده ابو تريكه سلم الرايه لعبد الله السعيد، خد الفرقه هو كمان وشالها. ثم بعد كده اتعاقد الاهلي مع صالح جمعه اللي كان المفروض يعمل نفس الكلام، بس صالح جمعه كان لعيب فيه هو بصالح جمعه هو كده. ثم بعد كده رجعنا لامام عاشور. امام عاشور هو دلوقتي اللي ماسك الاهلي وبيجري بيه. واتفرج بقى كمان على امام عاشور لما يلعب في مركزه الاصلي هتلاقيه